خليني اعرفك على الظاهره الثانيه من الظلال، بروكن سبكتر، وده اللي كنت بقوله في اول الفيديو. تخيل انك واقف فوق جبل وحواليك ضباب والشمس وراك، تبص قدامك تلاقي ظل بني ادمضخم جدا واقف وسط الضباب ومعاه هاله نور حوالين راسه قبل ما يتخض. ده انت، ودي واحده من اغرب الظواهر الضوئيه اللي بتحصل وسط الضباب فوق الجبال. بروكن سبكتر، تيف بروكن او شبح بروكن. بروكن هو جبل في المانيا مشهور جدا بتتكرر فيه الظاهره دي، ومنه جت التسميه، والناس زمان كانوا بيفتكروا ان في شبح على الجبل عشان كده سموه تيف بروكن. ايه بقى اللي بيحصل بشكل علمي هناك؟ علشان الظاهره دي تحصل لازم يتوفر 3 حاجات: تكون واقف في مكان عالي زي جبل او تل، الشمس تبقى وراك، قدامك يكون في ضباب او سحاب خفيف. لما ده بيحصل ضوء الشمس بيعدي حواليك وظلك بيترمي على الضباب قدامك، بس مش بشكل عادي، بيتنفخ ويكبر بشكل ممكن يبقى 3 أو 4 اضعافك. عندك كمان النور اللي بيبقى حوالين راسك، الجلوري رينج او هاله المجد زي ما العلماء سموها، ودي بتحصل لما اشعه الشمس بتتشتت حوالين قطرات الضباب فتعمل هاله دائريه ملونه حوالين راس الظل. فانت شايف قدامك ظل 3 أو 4 اضعافك وراسه حواليه هاله دائريه مضيئه. الناس اللي شافوا الظاهره دي زمان افتكروا ان ده شبح الجبل او حارس للجبل او ظاهره مقدسه، لحد ما العلماء في القرن ال 18 شرح لهم الظاهره دي وقال اللي انتم شايفينه ده انت.